السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل فطيره حلوه قوي وسريعه وبحشوه ممتازه مختلفه ما عملتهاش بصراحه قبل كده. وبليز قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تضغطوا على اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وهسيب لكم لينك قناتي التانية حكايات ساسي في صندوق الوصف. يلا نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الميكسر اول حاجه هنضيف كوبايه من الحليب الدافي، وتقدري تستبدليها بزبادي او لبن رايب او ميه. بيضايه اتفتحي حضرتك، تمن كوبايه زيت او معلقه كبيره من الزبده. المقادير بالجرام وبالملي هكسبها لكم في صندوق الوصف في اللينك اللي موجود جنبه. اضغطوا هنا لمشاهده المقادير. معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من الخميره، وهندوبهم. هنضيف عليهم نص كيلو من الدقيق، لو محتاجه اكتر هبقى ازود واقول لكم الزياده، يعني حوالي بتاع 4 كوبايات الا ربع. ما عندكيش ميكسر تقدري تعجني على ايدك. بسم الله. بسم الله. العجينه زي ما احنا شايفين يا جماعه طريه ولازقه في حله العجنه عشان تطلع معانا بعد ما تستوي برضو تبقى طريه وهشه. شويه زيت على وشها كده عشان لما تخمر ما تقومش تلزق في البلاستيك، يبقى الزيت فاصل بينها وبين البلاستيك، عشان جالي شكوى كتير من الموضوع ده. ما كنتش بعمل الخطوه دي لانه مش كل مره هعملها، فقلت اعملها بقى. غطيتها بالبلاستيك وهسيبها تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافي. وطريقه تخمير المخبوزات موجوده على القناه، اكتبي في البحث شرح التخمير مطبخ ساسي. واحنا يا جماعه في الشتاء بدفي الفرن وبخليها تخمر، بدفيه مش بس، يعني بسخن الفرن واقفله وبعدين بدخلها وبغطيها بفوطه علشان يسرع التخمير. بسم الله. بالنسبه للحشو معايا بصلايه متوسطه هضيف لها شويه من الزيت. هعمل لحمه مفرومه وده اللي موجود عندي. طبعا انا اول مره استخدم اللحمه المفرومه في الحشو من 6 سنين، لان انا ما بحبش غير الفراخ او السجق، فهو ده اللي موجود على بقى منزل ان شاء الله. بصوا يا جماعه، حاولوا على قد ما تقدروا ما تنزلوش الا لما تخلصوا كل حاجه في التلاجة بتاعتكم، لان احنا عندنا الاصابات عاليه جدا هنا، فالنزول بيبقى صعب. فاعذروني لو اي حاجه استخدم اللي موجود واقول لكم مثلا ممكن تستخدموا اي حاجه تانية. طبعا تقدروا تستخدموا الفراخ، سجق، سوسيس، اللي انتوا تحبوه. ممكن تعملوها بالبطاطس. الوصفه دي يا جماعه تركي، وهي عاملاها بالبطاطس اللي هي البطاطس مسلوقه، وضايفه لها بقى شويه بصل وبهارات وكده يعني، وبابريكا وكده. بس انا ما بحبش حشو البطاطس بصراحه، بحب اللحوم، فما عنديش غير لحمه مفرومه. هندبلها. هضيف عليهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه بتاع كوبايه، فلفل اسود، بهارات لحمه. انا بحب دايما استخدم الخشبه دي اللي هي كده دي في اللحمه المفرومه يا جماعه، بتساعد جدا. يعني لو في اي كتل صغيره بتاع بتساعدك جدا في ان انت تفكيها. هضيف الملح في الاخر علشان بس لو ضفناه من الاول اللحمه المفرومه هتكتل. وفلفل اخضر في الاخر خالص. هي استوت خلاص هقفل عليها يعني. وطماطم وقعتهم ما شاء الله، عشان مش عايزاهم ينزلوا الميه بتاعتهم. ريحتها تحفه بصراحه. بس خلاص هقفل عليها وهسيبها تبرد قبل ما نحشي بيها. بسم الله. بعد ما العجينه اختمرت بسم الله هنقسمها على جزئين 2 قد بعض. هنكورهم هما الاتنين. بسم الله.
هنرش رشه من الدقيق. وهنفردها بسم الله. الاطراف بس نركز عليها شويه ونرققها، تمام؟ ما نرققش من النص قوي عشان النص هو اللي بيشيل الحشو. وده طبق صيني عادي. هدهنه بالزبده لانه ما عنديش ايه صينيه كبيره تاخدها. اوكي، الطبق ده تقريبا مقاس 45 اهو. بسم الله نشيلها. نظبطها بقى ايه على مقاس الطبق كده. وهنحط الحشو بتاعنا. زيتون. انا عمري ما حطيت، بصي يا جماعه من الاخر دي بيتزايه، انا بحب البيتزا واي حاجه بحط حشو بيتزا زي ما انتوا عارفين. انا عمري ما استخدمت زيتون اخضر، بس هو اللي موجود. انا بحب الاسود، فعادي بقى الظروف حكمت نحط اخضر. كويس ان في زيتون اساسا. انا كنت مفكره ما عنديش جبنه موتزاريلا، والله كنت هحط جبنه بيضه، وكان عندي يعني حته جبنه شيدر كده كانت فايضه، قلت هبشر شيدر على جبنه بيضه وهقضيها يعني. سبحان الله والله لقيت كيس في جبنه موتزاريلا في الفريزر كان غطسان جوه، ف هستخدمه بقى. انبسطت لما شفته. الموتزاريلا خليه على جنب. هنرجع نرش دقيق. بسم الله. وهنفردها زي ما فردنا الاولانيه، بس نفردها ايه تكون اكبر شويه علشان خاطر هي اللي فوق هي اللي هتقفل على العجينه الاولانيه اللي هي الطبقه الاولانيه. وبرده بنرقق الاطراف زي المره اللي فاتت. بس نظبطها بقى بسم الله. نشدها من الجوانب كده اهو، عشان كده قلت لكم نرقق الاطراف عشان هنعمل كده. نفردها شويه كده عشان ايه تملى ايه الطبق كله، وربنا يستر والطبق ما يفرقعش. بس ان شاء الله مش هيفرقع يعني، بدخل مجات الفرن عادي وما بتفرقعش. انا في الغالب لما باجي اعمل العمايل الحاجات فيها المقاسات دي ما بتطلعش بالظبط، ربنا يستر. بسم الله. انا ظبطت الاقطار بتاعتها يا جماعه، 12 من هنا و12 من هنا، ظبطتها بالمسطره عشان بس ما اضيعلكوش وقت الفيديو اهو. على الله تطلع عيط وهنيجي من هنا كده بسم الله اهو، وبايدنا كده. اصلا الحركه دي اللي خلتني اعمل الفيديو. ممكن بالسكينه تعمليها عادي، بس هي عجبتني بصراحه اهي. حسب بقى انت عايزه تقطعيها كام قطعه كده اهو. هغطيها بفوطه واسيبها حوالي بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده تخمر شويه. بعد ما الفطيره بتاعتنا اختمرت بضايه، ممكن تضيفي عليها رشه من الخل
وندهنها. بسم الله. الفرن دلوقتي سخن على درجة حرارة 180، لازم يكون سخن قبلها ب10 دقايق. هنرش شوية من السمسم وحبة البركة، ممكن نحطهم في النص كده او على الوش زي ما تحبي. هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 25 ل 30 دقيقة، وممكن توصل ل 35 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. بسم الله. حاجة من الآخر يعني تتاكل أكل. وكالعادة أول ما تدخل من الفرن وهي سخنة معايا بخاخة مية، بخ وشها. الحركة دي يا جماعة بتفرق جدا اهو. ونغطيها على طول بفوطة عشان نكتم البخار ده، وتفضل تبقى معانا طرية جدا، ما يبقاش وشها ناشف. وهنرش عليها شوية من البقدونس. بصوا اول ما بتخرج ما بتبقاش طرية كده، لما بترشيها بالمية بتبقى طرية جدا اهي. بسم الله ادوق. بصوا يا جماعه طريه يعني ما اقولكوش، قطن قطن تحفه. وريحه المخبوزات في البيت بتحسس الواحد كده انه ريحه العجينه في البيت، ولما بتستوي بتبقى جميله، تحس ان في عيش كده في خير. طعمها يا جماعه تحفه، جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا. وحلوه والله باللحمه المفرومه قوي، بس برضو كنت احب اعملها بالفراخ. بتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه، وهسيب لكم لينك قناتي التانية حكايات ساسي، واللي بقدم عليها محتوى شنيع ومريع هسيبه لكم في صندوق الوصف. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.